يامال يلغي متابعة ميسي في انستغرام ويثير التساؤلات. قام الإسباني لامين يامال النجم الصاعد لنادي برشلونة بخطوة مفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات بعدما ألغى متابعة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي انتر ميامي الأمريكي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي خبرا قال فيه إن يامال قام بخطوة غير منتظرة وألغى متابعة ميسي في انستغرام، ولمح إلى إمكانية حدوث مشكلة بين اللاعبين من دون سابق إنذار. وتحدث الموقع عن إصابة مشجعي برشلونة بالدهشة بعد قيام الدوري الإسباني بهذه الخطوة المفاجئة، مشيرا إلى أن حدوث هذا الشيء قد يكون مجرد تلاعب بسيط بحساب واحد من النجمين في انستغرام، أو أنه مجرد سوء تفاهم بينهما. ويأتي هذا الاحتمال بشأن تطور العلاقة بين الطرفين نحو الأسوأ، وذلك في الوقت الذي سبق للاعبين الإشادة ببعضهما البعض بكونهما اثنين من رموز نادي برشلونة، حيث يعد ميسي أسطورة الفريق الكتالوني الأول، بينما أصبح الدولي الإسباني الشاب واحدا من أبرز النجوم الحاليين في النادي. ولطالما أكد موهبة البرصا الفذة أن ميسي هو قدوة، موضحا بأنه يشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لدى تشبيهه بالبولغا، بينما عبر هذا الأخير عن إعجابه بيامال ودعاه لمواصلة العمل والتضحية حتى يصبح لاعبا كبيرا. ورغم صغر سنه وعدم تجاوزه 17 عاما، إلا أن يامال تمكن من خطف الأضواء سواء مع ناديه برشلونة وبرفقة منتخب إسبانيا، حيث لعب دورا كبيرا في تتويجه بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا. وخاض يامال هذا الموسم 30 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات، أمضى فيها 11 هدفا وأهدى زملائه 16 تمريرة حاسمة. ويمتلك الدوري الإسباني الشاب عقدا مع البارسا حتى صيف 2026، والكثير من التقارير الصحفية تتحدث عن استعداده لتوقيع عقد جديد طويل الأمد يبقيه في الفريق الكتالوني لسنوات عديدة. وعلى الرغم من أن الشكوك والتكهنات تحيط بعلاقة يامال وميسي بعد هذه الخطوة، يبقى المستقبل هو الوحيد القادر على كشف حقيقة الأمر. هل ستكون هذه الحركة بداية لفصل جديد بين النجمين، أم أنها مجرد سوء تفاهم عابر؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.